أوقفت السلطات 3 فتيات طالبات في المرحلة الثانوية يحملن الجنسية الأمريكية وأعادتهن إلى منازلهن قبل انخراطهن في أعمال عنف متشددة في سوريا. تبلغ الفتيات من العمر ما بين 15 و16 واثنتان منهن شقيقتان من أصول صومالية، وهن كغيرهن من الشباب وصغار السن الذين انجذبوا إلى التشدد ورغبن بالانضمام لصفوف القتال في سوريا. ووفقا لمصادر فإن 2 من الفتيات سرقتا $2000 من أسرتهما لتمويل رحلتهما التي استقلتا فيها مع رفيقة ثالثة الطائرة من دنفر إلى فرانكفورت بألمانيا، وهناك قبضت عليهن الشرطة قبل متابعة السفر إلى سوريا عبر تركيا. هن من أولئك الأشخاص الذين يبحثون عن هويتهم الضائعة، في حين أن الجهاديين يحاولون جذبهم بأفكار من مثل أن المسلمين في مكان يدعى سوريا يتعرضون للعدوان والإيذاء، في حين أن الحكومات لا تحرك ساكنا لمساعدتهم. فلماذا لا تنضموا إلى الجهاد؟ فنحن من سنساعدكم على ذلك. وحظ الفتيات جعل من أحد أوليائهن يستدعي الشرطة، في حين قامت المخابرات الأمريكية وفقا لذلك بإيقاف جوازات سفر الفتيات الثلاث فورا في مطار فرانكفورت.